بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اذكروا الله ذكرا كثيرا يا حبايب قلبي، وصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تفرج بها الهموم وتفرج بها الكروب وتفك بها العقد ان شاء الله. الروتين ده يا حبايب قلبي روتين قبل رمضان، بس معلش ما عرفتش انزله عشان كان النت فاصل، ما اشتغلش والله الا تالت يوم رمضان. عشان كده لا افطر اول يوم رمضان عرفت انزله، ولا تاني يوم، ولا الروتينات، ولا تنظيف الشقه، ولا الحاجات دي عرفت انزلها قبل كده. بص يا حبايب قلبي، انا فضيت المطبخ خالص وشلت العيون بتاعه البوتاجاز، نقعتها. بس فلاش ده يا حبايب قلبي للاسف بوظ لي عيون البوتاجاز، خلاها بدل ما كانت بيضه كده حلوه وبتلمع زي ما انتم شايفين، خلاها بقت مسوده. احاول بقى اشتري غيرها، يا رب بس الاقي. يا ريت يا حبايب قلبي ما تنسونيش بالدعم بتاعكم، يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير، كومنت جديد كده حلو كده من ايديكم. من باب جبران الخواطر، ربنا يجبر بخاطركم في الدنيا والاخره ان شاء الله. قولوا امين يا رب العالمين، لعل وعسى تكون ساعه استجابه. وكل سنه وانتم طيبين وانتم فرحانين وانتم محققين كل احلامكم في رمضان، وربنا ينجح اولادنا واولادكم. قولوا امين يا رب العالمين. ام كرمه طالعه على السلم بقى وماسكه المقشه وعماله تغسل في النص اللي من فوق في المطبخ، وانا هحاول اغسل النص اللي من تحت بالتلاجة. ونحاول بقى نصبن المطبخ وهنصبن الحمام. انا مرضتش اصبن الشقة يا بنات في الفترة دي علشان الشقة يعني ان شاء الله قبل العيد كده بيومين هنصبن الشقة كلها، بجيبها تصبين من البلكونة لحد اوضة النوم. فمرضتش بصراحة اعملها دلوقتي طبعا عشان الجو برد، مش عشان سقعانين ولا حاجة، لا بس عشان الحيطان والرطوبة والمية والحيطان يعني ايه ما تتأذاش من كتر الغسيل. فاحنا طبعا صبنا المطبخ والحمام مع ان ايدنا فيه على طول. بس ايه، وهنصبنه تاني ان شاء الله الاحيان المولى قبل العيد ان شاء الله. يا ريت يا حبايب قلبي تدعموني بكومنت كده حلو من ايديكم، يا ريت تدعموني بلايك، لايك كده حلو. يا ريت اللي ما اشتركش في القناة اول مرة يشوفني يشترك، ياخد جولة في القناة لعل وعسى حاجة تعجبه، او فيديوهاتنا لعل وعسى تعجبه. ويلا بقى قوموا بقى شجعوا نفسكم يلا كده، واللي ما عملش حاجة يحاول يعملها ولو حاجة خفيفة، علشان لما تيجي تصبني في رمضان تبقى الدنيا خفيفة والدنيا سهلة عليك. المطبخ عشان سيراميك ممكن يا حبايب قلبي كل شهر تغسليه، لان السيراميك حامل حيطان، فبفضل الله الحيطان ما بتتأذاش وما بتتضرش. انما الشقق يا حبايب قلبي المكان زي اوضه النوم طبعا بتبقى التصميم فيه رزل شويه، عشان السرير والدولاب والتسريحه والعفش طبعا زي ما انتوا عارفين. فنحاول كده بحته قماشه بيضه تكون فانلة كده قديمه بتاعت حد من ولادك، بتاعت زوجك، قميص كده قديم المهم يكون قطن، المهم يكون قطن. وحبه ميه جنبك كده بحبه كلوركس الوان، وتبلي في الحته وتطوقي. ويا سلام كمان لو عجبتي اللي هي الشرشوبة الجديدة دي اللي هي الطويلة طول المحببة بالعصاية بتاعتها دي، بتخليلك الحيطان قشطة ما شاء الله عليها، بجد جميلة قوي. احنا جبناها وبنعمل بها اوضه النوم، بنعمل بها الاماكن اللي صعب ان احنا نوصل ان احنا نغسلها يعني، عشان طبعا العفش والحاجة دي ما تتأذاش. انما زي ما انتوا شايفين المطبخ والحمام لازم سلك وصابون وخرطوم وميه، ونغرق كده في الميه ونحس ان احنا بنصب. وكل سنه وانتوا طيبين يا حبايب قلبي، ورمضان سعيد علينا وعليكم، ورمضان مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين في جميع أنحاء العالم. قولوا آمين يا رب العالمين. المطبخ فضيناه خالص طبعا، شلنا كل الحاجات اللي فيه، المكرونة او شعرية او توابل او اي حاجة عشان ما تتأذاش من المية. بعد ما هنصبنه خالص وهننضفه وننشفه تنشيفة تمام ونظبطه، هنرجع الحاجة مكانها بقى وهنفرش له مفارش رمضان. بس انا مفارش رمضان انتوا شفتوها في الفيديو اللي نزلناه قبل كده، اللي انا وريتهولكوا في روتين الغسيل وروتين يوم الغسيل ويوم ما غيرنا ملاية السرير، اللي للأسف مفيش عليه مشاهدات للأسف، ولا مشاهدات ولا لايكات. مش عارفة ايه السر في كده، السر في عدم المشاهدات. فيديوهاتي ما بتعجبكمش، الروتين اللي انا بعمله ما بيعجبكمش، مع ان يعني في قنوات كتير جدا
الواحد مش عايز يغلط في حد، بس قنوات كتير جدا جدا يعني شبه يعني تافهة جدا، تافهة جدا جدا. وسبحانك يا رب، ده رزق من عند ربنا، وعليها المشاهدات بالآلاف. مش عارفة باين عليها الناس بتحب التفاهات، والناس بتحب تتفرج على الحاجات التافهة. بس الواحد للأسف ما بيعرفش يعمل حاجة تافهة. الواحد بيحاول يعني ايه، انا كل الفيديوهات اللي بصورها لكم سواء اكل، سواء ترويق، سواء اي حاجة، دي الطبيعة بتاعتي. الأكل اللي احنا بنعمله هو اللي احنا بناكله. ما بكلفش نفسي لأن ظروفي ما تسمحش إن أنا أكلف نفسي وأجيب أشتري أكل كتير من بره علشان خاطر أصور معاكم. وظروفي ما تسمحش إن أنا أعمل الحاجات دي. فأنا عايشة حياتي الطبيعية، أقسم بالله يا بنات والله. واللي يعرفني بيتفرج على الفيديو ده وعارفني يصدق اللي أنا هقوله. أنا الأكل اللي بنجيبه واللي بنشتريه هو الأكل اللي احنا بنعمله، هو الاكل اللي احنا بناكله. ما بكلفش نفسي وما بجيبش حاجات زياده، وما بجيبش اكل زياده عشان اصور معاكم. اي نعم هو الاكل يعني مش وحش وما بيترميش، بيتاكل، بس ظروفي ما تسمحش ان انا اعمل كده. ظروفي ما تسمحش ان انا اجيب لحوم على طول، واجيب فراخ على طول، واجيب اعمل على طول معجنات بشاميل وجلاش والحاجات دي. لا لا لا، ظروفي ما تسمحش للحاجات دي. يعني الحمد لله والشكر لله، احنا احسن من غيرنا الحمد لله على كل حال. بس انا كل واحد يعني ايه زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وانا يعني هستلف علشان خاطر اعمل فيديوهات واعمل اكلات جديدة، واعمل حاجات عشان خاطر المشاهدات تزيد، او عشان خاطر اعجب الناس؟ لا طبعا. انا مرضاش ان انا اعمل كده. والرزق بتاع المشاهدات ده رزق من عند ربنا. لو ربنا رايد لي ان القناة هتكبر وهتوصل زي باقي القنوات ان شاء الله، وانا عشمانة في وجه الله، ان شاء الله في يوم من الايام القناة هتكبر وهتوصل. وربنا رايد غير هذا. الحمد لله والشكر لله على كل حال عامة. وانا بحمد ربنا وبشكره على الضراء قبل السراء، لانه من حمد ربنا سبحانه وتعالى على الضراء ربنا بيكرمه في السراء. فانا قايله والله كل ما ببص في اي فيديو والله حتى لو ما لقيتش عليه الا مشاهده واحده بس، بقول الحمد لله والشكر لله. فيديو لقيت عليه 100 ولا 200 ولا 300 زي ما يجيب برضه بقول الحمد لله والشكر لله. وده التوفيق من عند ربنا. انا بجتهد وبعمل اللي عليا، وبصور على قد ما اقدر، وبنزل على قد ما اقدر. وربنا هو اللي عالم بالتعب اللي الواحد بيتعبه بجد في التصوير وفي المونتاج وفي الفيديوهات دي وفي التنزيل وكل الحاجات دي. مش تقول انت قاعدة وبتنزلي وبتعملي وما بتعمليش مجهود وما بتعمليش يعني. لا 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 والله، اللي اصحاب القنوات اللي بيصوروا وبنمنتجوا وبينزلوا فيديوهات، لو حد شافني منهم وسمع الكلام ده هيصدق وهيعرف، لانه ما بيعذرش الا اللي مجرب. اللي مجرب الفيديوهات ومجرب المنتجة ومجرب تعب التصوير، ولازم تتظبطي ولازم تظبطي الدنيا حواليكي عشان الناس تشوفها، هيعذر وهيآمن وهيصدق عن كلامي. فانا يا حبايب قلبي والله بحاول اجيب على قد ما اقدر، وبحاول انزل على قد ما اقدر. ويا رب الفيديو ينال اعجابكم، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان سعيد علينا وعليكم. ويا رب الفيديو ينال اعجابكم وحسن الختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.